جالس من يخاف الله، فإنه في صحبته تجد الطمأنينة والسكينة. حاور من يحترمك، فالحوار مع من يقدر رأيك يعمق الفهم ويساعد على بناء علاقات قوية. شاور من يحبك، فهو يسعى لرؤيتك في أفضل حال. وصاحب من يفهمك، فالصديق الذي يفهمك هو من يشعر بما في قلبك دون أن تتكلم. ابتعد عن الجاهل، فإن صحبته تجر عليك الندم. وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. اتخذ من الطيبين خلانا، الذين يقابلون الإحسان بالإحسان. اجبروا الخواطر، فالكلمة الطيبة قد تداوي الجروح. انتقوا كلماتكم بحذر، لأن لها تأثيرات عميقة. قولوا للناس حسنا، وعيشوا أنقياء صافين من الأحقاد، فهذا هو نهج الأنبياء الذين دعوا إلى الأخلاق الطيبة وحسن المعاملة.